قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة آية أمير. يا سيد، بالله عليك بلاش الجوازة دي. لو على الفلوس أنا والله هنزل وهشتغل أي حاجة، بس الله يخليك بلاش الجوازة دي. أنا صغيرة ورحمة بابا عندك، أنا مش عايزة أتجوز. سيد بطمع: انت عارفة يدفع مهري كام؟ ده انت لو فضلت تشتغل عمر فوق عمرك مش هتجيبي ربعهم. وصغيرة ايه يا زينة؟ ده انت اللي قدك عندهم عيل واتنين وتلاتة. وما تحاوليش معايا لان الجوازة دي هتتم يعني هتتم. وبعدين البيه متجوزك عشان تجيبي له ولي العهد. شوفي بقى العز اللي هتكوني فيه ده قيمة وهيبة. انت ايه يا شيخ؟ حرام عليك، مش مكسوف من نفسك؟ وانت بتبيع اختك عرضك وشرفك عشان الفلوس؟ عملتلك ايه؟ منك لله، انت واحد زبالة. سيد بعصبية مسكها جامد من شعرها وقال: كلمة كمان وهمسح بيك الشقة دي. سامعة؟ جايزة نفسك يا عروسة. فارس بيها يجي النهاردة ويكتب الكتاب، ولا روح حضري الأكل. سوزان مرات سيد كانت واقفة فرحانة شمتانة في زينة. سوزان بتمثيل: خلاص يا سيد، ايه ده، انا اقوم احضر لك الأكل، بس ارتاح انت بس، انت عارف الحمل تعبني. سيد بص لزينة بقرف وقال: وهي لازمتها ايه متلقحة اهي تعمل بلقمتها؟ انت ترتاحي، مش عاوزك تتعبي نفسك خالص. وبص لزينة وكمل كلامه بتحذير: ربع ساعة والأكل يكون جاهز، وإلا قسما بالله هسود عيشتك، فاهمة؟ وخد مراته ودخل الأوضة. زينة بدموع وعياط شديد: يا رب ارحمني، يا رب أنا تعبت والله، مش حمل كل اللي بيحصل معايا ده، ساعدني يا رب. وقامت تحضر الأكل قبل ما أخوها يجي ويتعصب عليها تاني. ومر الوقت بسرعة. في المسا أمام بيت سيد العربيات دخلوا الشارع والحرس كان منتشر قدام بيت سيد كأنه موكب وزير. نزل فارس بكل غرور وكبرياء بعد ما الحارس فتح له الباب. فضل يبص على البيت بسخرية وقرف وطلع فوق. سيد بابتسامة طمع: اتفضل يا فارس بيه، يا دي النور اللي بتنور والله. فارس بغرور: قصدك الخرابة، وبعدين انجز في يومك. هي فين؟ ثواني يا باشا وتكون عندك. وشاور لسوزان تنده لها، اللي كانت واقفة مركزة بتبص لفارس بإعجاب وطمع. وفعلا راحت تنده لزينة وهي بتحسدها على العز اللي هتكون فيه. سوزان بكره وحقد: ما تنجزي يا غندورة، مش هنستناكي كتير. الباشا جه، مش عارفة زعلانة على ايه. ده انا لو مكانك ارقص من الفرحة. انا عايزة اعرف حاجة واحدة بس، انت بتكرهيني الكره ده كله ليه؟ عملتلك ايه؟ ليه مصممة تدمري حياتي رغم ان انا عمري ما اذيتك في حاجة؟ ليه كده؟ كان ممكن بكلمة منك سيد يغير رأيه، بس انت كرهاني درجة مالت قلبك بالشر. سوزان بحقد وغيرة: عايزة تعرفي عملت ايه؟ كل اللي يشوفك يحبك شكلك جمالك، كل حاجة فيكي بيبقى مستعد يضحي بعمره وترضى عليه. بس تعرفي، انا فرحانة فيكي دلوقتي وهطلع منافعة منك. الباشا هيدفع فيكي مهر عمرك ما كنت تحلمي بيه. يلا يا اختي، الباشا مش فاضيلك، قدامي يلا. عند سيد وفارس في الصالة. فارس بغرور وبرود: على الله تكون حلوة، ما تكونش شبهك. سيد بسرعة: لا والله العظيم يا باشا، ده هتعجبك زي القمر وفرز اول. نشوف وفجأة لسانه عاجز عن الكلام. لما لقاها خرجت ما كانش متوقع انها تكون بالجمال والحلاوة دي، وشعرها الاسود الطويل اللي مغطي نص ظهرها. فارس بهمس وسرحان: وانا اللي كنت رافض الجوازة دي. البت طلعت زي لخطة القشطة، وفي جمال كده. فاق ورجع لوعيه تاني واتكلم بغرور وكبرياء: سيد، خد مراتك واطلع برا، عايز اتكلم معاها لوحدنا. حاضر يا باشا، انت تؤمر. يلا يا سوزان. وخدها وخرجوا. فارس بهدوء: اقعدي. زينة قعدت بهدوء وفضلت تفرك في ايديها من التوتر، وفارس لاحظ ده. فارس ببرود: بص يا بنت الناس، ما تستنيش مني حب والكلام الفارغ ده. انا اتجوزتك عشان اخلص من زن اهلي في موضوع الخلفه ده، تمام؟ وكمل كلامه وهو بيبص لها بقرف وقال: لانه مش على اخر الزمن فارس برهان يحب واحده رخيصه اخوها باعها بالفلوس. زينة حاولت تمسك دموعها. هو عنده حق في كل كلامه، اخوها فعلا باعها. زينة بشجاعة مزيفة: وانا احب اقولك ان انا كمان مش عاوزاك ولا بطيء، ومفيش داعي تتعب نفسك وتتجوز وتبقى عملت معروفة انك تقولهم انك رفضت. واحب اقولك الرخيصة هو اللي بيشوف الناس رخيصة. فارس بغضب وعصبية: انت تمدنش اوي لسانك طول وعايزة تقص، وانا اقص معرفتي، وحياة امي لعلمك الادب واربيكي من اول وجديد. ونادى على سيد بزعيق. سيد جه بسرعة على زعيقه. سيد بخوف: مالك يا فارس بيه؟ مقصوفة الرقبة دي عملت حاجة زعلتك؟ اطلب المأذون حالا. وبص لزينة النظرة كلها تحدي. سيد خاف من شكله وصوت زعيقه وبعت للمأذون. وفعلا بعد شوية جه وكتب الكتاب، وأصبحت زينة أسيرة في جحيم الفارس. فارس بص لزينة بكل غرور وكبرياء وقال: قدامي 5 دقايق وليك عند العربية. سيد بطمع: لحظة يا باشا، الفلوس يا باشا.
فارس بصله من فوق لتحت بقرف وشاور لواحد من الحرس وجاب له شنطة وحدف لي الفلوس اللي طلبتها هي، وكاش تمن حق اختك، ما اشوفش وشك العكر ده تاني، لا انت ولا الحرباية مراتك، سامع؟ وخد زينة من ايديها وخرج من البيت وركبوا العربية ووراهم عربيات الحرس. وفي طريقهم للصعيد زينة كانت طول الطريق سرحانة وساندة راسها وبتبص على الشوارع من الازاز، بتحاول ما تفتكرش اي حاجة وتنسى كل حاجة، تنسى الذل والإهانة اللي شافتهم، تنسى كسرة القلب اللي أخوها عملها فيها لما فضل الفلوس وباعها. كان عندها أمل لآخر لحظة إن أخوها قلبه يرق ويوقف كل حاجة، بس هو خيب أملها وقرر يختار الفلوس. وبعد ساعات وصل الصعيد. فارس بجدية: احنا دلوقتي هنعيش في السرايا، بيت العيلة، ملكيش دعوة بأي حد جوه، فاهمة؟ وما تعملش مشاكل أحسن لك، ولو مشتكت منك في أي حاجة قول على نفسك يا رحمن يا رحيم، يلا انزلي. وفتح باب العربية ونزل. كانوا واقفين رجالة كتير لابسين جلابية صعيدي واقفين مستنيين فارس. أول ما نزل وهو زينة من العربية ضرب النار اشتغل. زينة جريت بخوف، مسكت دراع فارس جامد. زينة بخوف شديد: هما هيضربونا بالنار ولا ايه؟ احنا ما عملناش حاجة ولا سرقنا حاجة والله. فارس حاول يكتم ضحكته عليها: ما تخافيش، مش هيموتونا، هما كده بيحيونا، ده عوايد الصعيد. ومسك ايديها وراحوا يسلموا على العيلة. زينة كانت ماشية بتبص حواليها مبهورة بجمال السرايا والأراضي الزراعية. معها كانت واقفة مصدومة من جمال زينة وحلاوتها. الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك يا جدي. فايز بابتسامة: الحمد لله على سلامتك يا بنتي. زينة سابت ايد فارس اللي كان مستغرب واتصدم اللي عملته. زينة راحت بست ايد فايز وقالت: الله يسلمك يا رب. وبصت حواليها لقيت الكل بيبص لها بصدمة. زينة بتوتر: انا اسفة، بس بابا الله يرحمه علمنا اعمل كده. فارس بص لها بفخر وسعادة: زي ما رباك يا بنتي. وبص لعز وقال: عاوزك في المكتب. حاضر يا جدي. وراح وراها المكتب. اهلا اهلا يا ضرتي، نورت والله، على الله كوني مبسوطة بالجوازة. خلي يومك يعدي على خير يا مها. اهلا يا بنتي، انا سلوى ام فارس السعيد. اهلا بحضرتك. حضرتك ايه؟ قولي يا ماما، انا ما عنديش بنات وهكون مبسوطة لما القمر ده يقول لي يا ماما. ما بخبز. هو انا رحت فين يا ماما؟ انا بنتك برضه. سلوى بقرف: لا يا حبيبتي، انا ما خلفتش بنات. زينب بابتسامة: حاضر يا ماما. مها بغرور: انا ستك مها، مرات فارس السعيد وحبيبته كمان. ما في الست هنا يا مها، انا ست الدار كلتها، وانت هنا زي الكل، اظن كلامي واضح. وكملت كلامها وبتندى على الخدامة: بنتي يا لواحظ. نعم يا ست الحاجة. طلع شنطة الهانم اوضتها، تعالي يا بنتي معايا. وفعلا زينة طلعت الجناح والكل راح يشوف شغله في المكتب. اللي انت عملته ده، البت شكلها صغير، والله انا عملت اللي عليا ونفذت كلامكم واتجوزت، واظن انا من حق اختار مراتي ولا ايه؟ بس البنايه شكلها طيبه وغلبانه، براحه عليها يا ولدي. ما تخافش يا جدي، انا مش ظالم، انا عارف ربنا كويس. عن اذنك بقى، عاوز ارتاح من السفر. وخرج من المكتب. ربنا يريح قلبك يا ولدي، وانا قلبي بيقول لي ان هي دي اللي هترجع لك قلبك تاني. عندي مها وامها. انا خلاص ياما مش قادره استحمل اللي بيحصل كده. البت حلوه وصغيره، وكمان هو اتجوزها عشان يخلف منيها. لازم تستحملي يا عين امك، انت اللي غلطانه. حد قالك تاخدي حاجه تمنع الحمل لحد ما عمل مشاكل في الخلفه عندك؟ يعني عاوزاني ابوظ جسمي؟ انا لسه صغيره على الخلفه. اهي جت اللي هتجيب له الواد وتقش على كل حاجه، وانا وانتي هنطلع من المولد بلا حمص. مها بشر: ده انا اقتلها واشرب من دمها. فارس ده بتاعنا ومحدش يقدر ياخده مني، وانا هوريها مين هي مها. عند زينة اول ما دخلت الجناح كانت مصدومه من شكله وتصميماته. والله لي حق يتجوز القمر ده ويخبيه عن الكل، صحيح بعد الصبر جبر، وانا قلبي بيقول لي انك عوض ولدي عن كل الشقة والتعب اللي شافه. زينب توتر: هو اصلي انا عارفه هتقولي يا بنتي، والظروف اللي اتجوزتم فيها بتقول غير كده، بس عاوزه اقولك كلمتين. فارس ما بيحبش الكذب والغدر، وبالحنيه تكسبي قلبه. هو طيب بس يسامحها اللي كانت السبب. هفوت بقى ترتاحي. فجأة الباب اتفتح ودخل فارس. تعالى يا ولدي، انا كنت نازل ارتاحه عشان الناس جايه بكره تبارك لكم، فتكم بعافيه. تلاقي الخير والعافيه يا ست الكل. هو فين الحمام؟ عاوز اغير هدومي. رجعت تاني على ايديك اليمين. بعد شويه زينة خرجت وهي لابسه بيجامه ستان سماوي. اتصدمت لما لقيت فارس قاعد على السرير. زينة بصدمه: هو انا هنام فين؟ فارس بسخريه: هتنامي فين يعني؟ في الحمام، ما السرير طول عندك اهو. طب وانت؟ هنام فيه. بعدين بقولك ايه، انا مصدع ومش فايق ليكي، اتخمدي وما تخافيش، انا مش هقرب مني غصب عنك، انا عارف ربنا كويس، وطفي النور ونامي. زينة راحت عند السرير بتوتر
ونامت على طرف السرير من الجهة. وفي صباح اليوم التاني زينة صحيت، حست نفسها متكتفة، فتحت عينيها بضيق وشهقت بصدمة وخضة لما لقت فارس واخدها في حضنه ونايم. زقته جامد لدرجة انه صحي مخضوض. فارس بخضة: في ايه؟ حد يصح حد كده؟ انت انسان كداب وغشاش. قلت مش هتقرب لي دلوقتي اصحى من النوم الاقيك نايم في حضني. فارس مش فاكر ده حصل ازاي وازاي نامت في حضنه، بس حب يعصبها واستفزها. فارس باستفزاز: مش فاهم برضو ايه المشكلة؟ اظن انت مراتي برضو عادي. زينب غيظ: اظن برضو ان في اتفاق من الاول بينا، ولا هو لعب عيال بقى؟ فارس ببرود واستفزاز اكتر: والله الاتفاق ده ممكن يتلغي في ثانية لما انا اقرر، فبلاش تنسي نفسك. زينب غيظ وضيق: يعني ايه بقى الكلام ده؟ فارس فجأة شدها لحضنه وقربها منه وقال: فارس بخبث: يعني يا حلوة كلمتي انا اللي بتمشي هنا، ويا ريت ما تنسيش الاتفاق وانا اتجوزتك ليه، وما تتعبيش نفسك معايا، لان وارد في اي وقت اغير رايي وكلامي. وكان بيتكلم وبيقرب منها اكتر واكتر. زينة اتوترت من قربه ده، وفجأة زقته بعيد عنها وقامت تجري على الحمام بسرعة، قفلت الباب عليها. بعد شوية زينة فتحت باب الحمام وخرجت دماغها منها. زينة بتوتر: فارس 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 كان ماسك تليفونه بيقلب فيه وما ردش عليها. انت يا عم بندهلك. فارس من غير ما يرفع عينه من على التليفون: هاي انجزي، عاوزة ايه؟ زينب توتر: ممكن تخرج بره شوية؟ فارس قفل الفون وحطه جنبه قلب خبز: اخرج بره ليه؟ زينب خجل: لو سمحت اخرج بس 5 دقايق، انا ما اخدش هدومي هلبس بس. فارس حاول يكتم ضحكته واتكلم بتمثيل: يرضيك حد معدي كده ولا كده يشوفني واقف بره اقول له ايه؟ اصل مراتي مكسوفه تخرج تلبس فخرجتني انا بره، والله دي تبقى عيبه كبيره في حقي. زينب صوت عياط: هارجوك انا مش عارفه اخرج كده، شويه بس عشان اعرف اخرج البس وادخل تاني، محدش هيقولك حاجه. فارس قلبه وجعه لما سمع صوتها كده: تمام، انا نازل تحت وانت خلصوا والبسوا وحصليني تحت. زينب فرحه: تمام حاضر. واستنى لما سمعت صوت فتح الباب وقفل. خرجت بسرعه تلبس ولبست عبايه، ولسه بتفتح الباب عشان تنزل لقيت مها قدامها. زينب استغراب: في حاجه يا مها؟ مها بحده وغرور: مها كده حف، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ بنتي، انت حته عيله جايبينها من الشارع. انا هنا اسمي مها هانم، وبلاش شغل اللف والدوران بتاعك ده، واوعي تفكري انك هتاخدي فارس مني، لا، ده انت بتحلمي. فارس ده بتاعي لوحدي، وبعدين اقولك القديمه تحلى ولو كانت واحلى. فاهمه يا خطفت الرجاله انت؟ بلاش تلعبي معايا يا شاطره، عشان انت مش قد صحيح. هستنى ايه من واحده اخوها باع بالفلوس؟ زينة حست ان كرامتها انجرحت رغم انها ملهاش ذنب في اي حاجه، وكانت بتراعي ربنا اللي مها هي مراته الاولى، بس مها جت على كرامتها ومش هتسمح لها تهينها اكتر من كده. زينب بابتسامه وثقه حاولت تداري بيهم حزنها: طب بصي بقى يا مها هانم، مش انا زباله وتربيه شوارع وخطفت رجاله؟ انا بقى هوريك خطفت رجاله دي هتعمل ايه. وفارس اللي انت فرحانه بيه ده وبتقولي بتاعك ده، انا هخليه واقع في حبي واتمنى لي الرضا ارضى، ونتقابل ونشوف ربنا يشهد ان كنت مراعيه فيك ازاي. بس انت اللي خرجت شطاني وقبلي بقى. ورجعت اوضتها تاني ورزعت الباب في وشها. ماها كانت واقفه هتموت من كتر الغيظ، كانت مفكره انها تقدر تكسر زينب بالكلام وتفش غليلها، بس حصل العكس. نزلت تحت وقررت انها تكسب فارس تاني ليها باي طريقه. زينة اول ما دخلت الجناح اترمت على السرير وفضلت تعيط بحرقه. الكل بيلومها على حاجه هي ملهاش ذنب فيها، ملهاش ذنب ان اخوها طمعها وباعها عشان خاطر الفلوس. مسحت دموعها بظهر ايديها بقوه وقررت انها مش هتضعف تاني ولا تقبل باي حد يهينها او يقلل منها مهما كان، وهترد حقها من مها مهما حصل. دخلت الحمام غسلت وشها عشان ما تبينش ان في دموع في عينيها، ونزلت لتحت على السفرة. فارس كان مستنيها تنزل بفارغ الصبر، كل شويه يبص على السلم يشوفها نازله ولا لا. كان جواه شعور هو مش عارف معناه ايه، عاوزها دايما جنبه وعينيه شايفاها، بيحب قربها منه. سلوى كانت ملاحظة عيونه اللي على السلم ابتسمت بخبث. سلوى بخبث: مالك يا ولدي؟ هو الوكل في حاجة؟ مش بتاكل ليه وعيونك على السلم؟ فارس بتوتر: ها، لا هاكل اهو يما. فجأة نزلت زينب طلتها الجميلة اللي تخطف عيون أي حد يشوفها. نزلت سلمت على الكل، ولسه رايحة تقعد في الكرسي اللي جنب سلوى، بس افتكرت كلامها وبصت لها بتحدي وراحت قعدت جنب فارس. زينب همس: انت اللي جنيتي على نفسك يا مها وطلعت مكر حوا اللي جوايا. انا كنت بعاملك بما يرضي الله، بس انت اللي اخترتي كده، استحملي بقى. زينب مسكت الاكل وفضلت تغرف كتير في صحن فارس. زينب دلال وخبز: كل يا حبيبي، يلا بألف هنا وصحة، وشك تعبان من قلة الاكل.
فارس بصلها باستغراب وميل عليها وقال بصوت واطي: انت كويسه ولا ايه؟ لا تكوني سخنه ولا حاجه. زينب بابتسامه: انا كويسه ما تقلقش. فارس بشك: متاكده؟ متاكده. يلا كل بقى عشان تلحق شغلك. ما كانت قاعده هتموت من الغيره والكره وماسكه نفسها بالعافيه. فارس بجديه: صح يا فارس يا ولدي، جهز نفسك وانتم كمان عشان اروح كاتب كتاب سامح ولد عمك. حاضر يا جدي. انتوا ممكن تسبقوني على هناك وانا هخلص كمان حاجه كده في الشغل واحصلكم على هناك. قاسم اخوه: انا ممكن استنى واجي معاك. ما ينفعش، لازم حد مننا يكون معاه وانا مش هتاخر واحصلكم. تمام يا اخويا اللي تشوفه. ما بغرور كبرياء: بس انا مش هقدر اروح، تعرف يا فارس مش بحب الزحمه والهيصه دي. فارس ببرود: تمام يا ما براحتك، كده كده هحضر انا وزينه. زينب فرحه: بجد هتاخدني معاك مش هتتكسف مني؟ ما حبت تقل منها قدام الكل وقالت: معلش يا جماعه اعذروها، اصل من مستواها ما عرفش حاجه عن مستوانا الاتيكيت، وكلامهم بيئه زي تربيتهم الواطيه بالظبط. فارس بغضب وعصبيه: اخرسي خالص وفي بقك اللي بينزل سم، كلمه زياده عنها وقسما بالله هتكوني طالب التلاتة سامعه. ما بصدمه بذهول: فارس انت بتكلمني انا كده علشان دي وكمان عاوز تطلقني؟ اظن كلام واضح، وده اللي عندي. ما تنسيش نفسك زي ما انت مراتي هي كمان مراتي، ولا حقوق عليا، ومش انا اللي يسمع حد يهين كرامة مراته مهما كان يا مها، فاهمة؟ مها بصت له بصدمة وبعدين بصت لزينة بحقد وكره، وفضلت تفكر في طريقة تتخلص بيها من زينة بأي طريقة، لأنها اكتشفت إن هو خطر عليها ودفع فارس عنها. يعني كده بدأ يحبها وكده هي هتخسر كل حاجة. فارس بص لزينة بابتسامة وقال: جهزي نفسك بالليل، هروح انا وانتي نشوف كتب الكتاب. زينة كانت من جواها فرحانة انه خد لها حقها ورد اعتبارها قدام الكل. كان جواها احساس بالامان طول ما بتكون معاه. فارس امن على السفرة وبص لزينة وقال: زينة اعملي فنجان قهوة وهاتيها على المكتب. زينة بهدوء: حاضر. وقامت راحت المطبخ وفارس راح المكتب. ما قدرتش تستحمل اكتر من كده، قامت طلعت على فوق وهي جواها نار حقد وكره وعاوزة تخلص من زينة بأي طريقة. بعد شوية زينة عملت القهوة وراحت أوضة المكتب، خبطت واستنيت ورد: ادخل. زينة دخلت وحطت القهوة قدامه وجت تمشي بس هو وقفها: استني يا زينة عاوزك. زينة بارتباك: نعم. فارس أمن على المكتب وقف قدامها وقال: حقك عليا، ممكن ما تزعليش من الكلام البايخ اللي قالته مها ده. زينة بصت له بصدمة انه خايف على زعله وبيعتذر لها. فارس كمل كلامه: انا عارف انك مصدومة من اللي بقوله، بس عايزة اقولك حاجة. احنا صحيح ظروف جوازنا مختلفة وجوازنا بطريقة مش مرحب بيها خالص، بس انا طول ما انت على ذمتي وشايلة اسمي انا مش هسمح لمخلوق من مكان انه يهينك او يجرحك بكلمة واحدة طول ما انا عايش. زينب حزن وكسرة: بس انت نفسك اهنتني وقللت مني وجرحتني، انت اللي كسرتني واذيتني. الاذى اللي مها عملته ده ما يجيش حاجة في اللي عملته فيا. خلتني رخيصة في عين نفسي، كل مرة تقولي ان انا سلعة واخوها باعها بالفلوس خلتني اكره نفسي. انا اسف على اللي عملته، بس صدقيني غصب عني. ساعات الظروف اللي الواحد اتحط فيها بتخليه يتعامل مع الناس بطريقة هو نفسه مش راضي عنها. انا حابب ادي لعلاقتنا فرصة تانية ونتكلم ونفهم بعض. موافقة؟ زينة هزت راسها بالموافقة لانها حست بالصدق في كلامه. فارس بفرحة وابتسامة: حس كده بقى، اطلعي دلوقتي وانا اخلص شغل وبالليل تكوني جاهزة عشان نحضر كتب الكتاب. زينة لمحت حد واقف جهة الشباك، ركزت شوية اتكشفت إنها مها. ابتسمت بمكر وقربت من فارس وحطت إيديه على رقبته وعدلت له يقة القميص. زينب خبص ودلال: هستناك، ما تتأخرش. فارس كان مستغرب تصرفها ده ومصدوم، بس في نفس الوقت كان فرحان بقربها ده قوي. مها ما قدرتش تتحمل كل ده، كانت هتتجنن من الغيرة وهي شايفة الابتسامة اللي على وش فارس في وجودها. راح فتح باب المكتب بكل عصبية وكره. مها بزعيق وغضب: الله الله يا فارس بيه، مش قادر تصبر في المكتب؟ طب كنت استنى لما تطلعوا اوضتكم. زينة عملت نفسها محروجة وطلعت تجري على بره. فارس بغضب: انت زودتها قوي يا مها وانا ما عدتش عندي صبر. مها بزعيق: زودت ايه؟ انت مش مراعي مشاعري. فارس بغضب وعصبية: صوتك ما يعلاش احسن لك، بعدين مشاعر ايه؟ ام مشاعر اللي بتتكلمي عنها؟ كانت فين المشاعر دي وانت بتاخدي حبوب من الحمل عشان ما تخلفيش وتبوظي جسمك؟ انت اللي وصلتي نفسك للمعاملة دي مش انا، وانا كنت مراعي ربنا فيكي لحد اخر لحظة. واخد ملف من على المكتب وخرج وسابها واقفة هتطق من كتر الغيرة والغضب. بالليل زينة كانت واقفة قدام المراية بتظبط الفستان عليها ولسه ماسكة ملمع ومرتب شفايفه هتحط منه، بس فجأة في ايد شدته منها بحدة وغضب حطيته على التسريحة تاني.
فارس ببرود وغيرة: امسحي اللي حطاه ده مش رز على فكرة، ده ملمع ومرطب، انا بستخدمه على طول. فارس بغيرة: بصي يا بنت الناس، عاوزة تحطي حاجة اخرك باب الأوضة دي، اعملي ما بدالك بره. لا. زينة بصت له بضيق: على فكرة هو مش باين ومش. فارس بجدية شديدة: قصر الكلام، مفيش حاجة هتتحط على وشك، وبعدين انت زي القمر مش محتاجة حاجة. وفضل يقرب منها وهي تعبت وراه لحد ما لزقت في الحيطة. جت تهرب بس فارس حاصرها بإيده من الجهتين. فارس بغمزة: أنا بقول ما نروحش الفرح ده وسيبك منهم. زينب حزن وزعل: انت مش عايز تاخدني معاك ومستعر مني، يعني زي ما بيقول كده انت مش عايز حد يشوفني معاك عشان لما تطلقني. فارس بغضب وعصبية: من اللي قالك الكلام المسخ ده؟ وهتقولي كده تاني؟ انت غالية قوي، وانا مكنتش عاوزة اروح عشان اقعد معاكي، مش علشان الفكرة اللي في دماغك دي. زينب طفولة: بس انا عاوزة اروح معاك والكل يشوفنا مع بعض ونحضر الفرح بس كده. عيوني زينة القلب. اول مرة تقولي زينة القلب دي. فارس بدون وعي: انت حلوة قوي يا زينة، اسمع على مسمى زينة، وانت فعلا زينة قلبي. قلبي بيفرح لما يكون قريب منك، وبحس معاك اني طفل. ولسه بيقرب منها يبوسها من خدها، الباب خبط. فارس فاق ورجع لوضعه تاني، وزينة كانت هتموت من الخجل. مين؟ مها من بره. انا مها يا فارس، يلا عشان الفرح. فارس راح فتح الباب. فارس باستغراب: خير يا مها، في ايه؟ يلا انا لبست عشان نروح كب كتاب والفرح. فارس بتريقة: غريبة يعني، مش قلت مش جاية ومش بتعرفي من الهيصة والدوشة؟ مها اتوترت، هي فعلا ما كانتش رايحة، بس من بعد اللي حصل في المكتب قررت تروح عشان تتقرب من فارس تاني. مها بتوتر وكذب: انا قلت ما ينفعش الكل يروح وانا اقعد هنا، عيب يعني وكده، وبعدين يلا عشان اتاخرنا، هتفضل عندك كتير؟ فارس بصلها من غير اهتمام، ودخل جاب زينة ومسك ايديهم في ايد بعض، وركبوا في طريقهم للفرح. ما كانت هتموت من الغيرة وهي شايفة الابتسامة اللي على وش فارس واهتمامه بزينة. فارس وصل بتعامل اللي مليان بالزينة والانوار والرجال اللي بيرقصوا مع العريس. فارس بغيرة ولهجة: مها، خدي زينة وادخلوا عند الحريم دلوقتي حالا. مها بضيق: حاضر. وخدت زينة ودخلت جوه، وفارس راح سلم على الرجالة وبارك لابن عمه العريس وفضل يرقص معاه. زينة كانت قاعدة جنب سلوى وفارس وفرحانة قوي، أول مرة تحضر فرح في الصعيد. ما كانت قاعدة بغرور وبتستعرض من جوهراتها الغالية، بس اتغاظت أكتر لما لقت الكل مركز مع زينة وعايزين يتعرفوا عليها. قامت خرجت برا تكلم أمها يمكن تشوف لها حل عشان تخلص من زينة دي، لأنها مبقتش مستحملاها. بس خبطت في هنية مرات عم فارس أم العريس. معها بغرور: سوري ما خدتش بالي. اهلا اهلا بمرات الغالي، كيفك منوره بنورك يا ام سامح. ايه رايك في مرات ابني بدر؟ منور صح؟ معها من غير اهتمام بتعرف تنقي. هنية حبت تحرق دمها وتكسر غرورها ده وقالت: زي ما فارس السعيد عرف يختار وجاب واحده كيف البدر، تقول القمر قوم وانا اقعد مكانك. مها ببرود وكذب: ما انا اللي مختاره معاه البت دي، هو كان عاوز يخلف وانا بقى مش عاوزه ابوظ جسمي. هنية ضحكت عشان تستفز معها: يعني مش عشان انت ارض بور وكنت بتاخدي حبوب منع الحمل لحد ما فيش امل من الخلف؟ والله كان اهون عليكي تطلقي ولا تختاري عروسه لجوزك. بس تعرفي، عملت حاجه صح في حياتك، اخترت واحده فارس تخطف القلب كده. وكملت بسخريه: ابقى حافظه على جسمك بقى يا حبيبتي، عن اذنك. وسابتها ودخلت. ما كان بتبص عليها بقرف وغضب، وراحت تكلم امها. سلوى بهمس: انت قلت ايه لمها؟ وشها مقلوب، حرقت دمها. حاكم البت دي حرقه دم من زمان، ما حساني انها بنت برندين وكده، حتى مناخيرها في السما. تعرفي والله انا فرحانه ان نتجوز البنيه دي، زينه وهي فعلا زينه. يلا بقى بينا نشوف الضيوف. اما مها في التليفون نسرين بغضب: انت اتجننتي يا مها، العك اللي عملتيه ده، قلت حاولي تكسبي فارس لصفك تقومي تعملي مشاكل وتقلبي عليك اكتر. مها بغضب: ماما انا مش ناقصه ومش حمل كلمه واحده، بقولك بيحبها وبيهتم بيها، يعني البت دي مش بالنسبه له يخلف بس منها، لا ده وقع في حبها وانا مش هسمح بكده، انا هقتلها واخلص منها. فارس ده بتاع انا لوحدي وملكي. بقولك ايه، انت تسمعي الكلمتين دول، البت دي ملكش دعوه بيها، كل اللي تعمليه دلوقتي انك تقربي من فارس وتهتمي بيه وترجعي ثقته فيكي تاني. تمام، هشوف الموضوع ده، سلام بقى. وقفلت التليفون ورجعت تاني عند الحريم، بس استغربت لما ما لقيتش زينة موجودة. حاولت تسأل عليها لحد ما اتصدمت لما عرفت ان فارس اخدها ومشي من الفرح في عربية فارس. ممكن افهم ايه اللي عملته ده؟ دلوقتي قولوا علينا ايه؟ شكلنا وحش، سيبنا الفرح ومشينا. ماليش دعوة بحد، احنا عملنا الواجب وبعدين ننسي الكل وخلينا ننبسط انا وانتي وبس. في مفاجأة علشانك. زينب فرحة وفضول: مفاجأة عشان انا؟ ايه هي؟ لو قلتلك مش هتبقى مفاجأة،
قربنا نوصل، حط الشريط ده على عينك وما تقوليش لأ. يلا. زينب دي حاضر. وفعلا لبست الشريط على عينيها. وبعد شوية فارس ركن عربيته ونزل فتح الباب من جهة زينة ومسك ايديها ونزلها، وفضل ماشي معاها لحد ما وصل لمكان متزين بالشموع والورد. شال الشريط من على عينيها. زينة أول ما فتحت عينيها بصت للمكان بصدمة وعينها دمعت من الفرحة. فارس مسح دموعها وقربها منه وقال: مش عاوز اشوف دموعك ابدا، عاوز اشوف ضحكتك وبس. اوعدك اعوضك عن كل حاجة عشتيها وشفتيها. عاوز انا وانتي نبدأ حياة جديدة تكون خاصة بينا احنا وبس. ايه رأيك؟ زينة هزت راسها وقالت: موافقة طبعا. فارس شالها وفضل يلف بيها وهو فرحان وسعيد. تعرف يا زينة، انا بشكر الظروف اللي خلتنا نتجوز. انا عرفت معنى الحب على ايدك. كنت بفكر ان انا بحب مها، لكن اكتشفت انه مجرد اعجاب وبس. ولما كانت بتاخد حبوب عن الحمل وانها مش تقدر تحمل زعلت. بس دلوقتي عرفت حكمة ربنا انه شايل لي ابني يجي منك انت، من الانسانة اللي قلبي اختارها. غيرت حياتي. حابب تكوني بنتي وحبيبتي وام ولادي وكل حياتي. مر شهر. طول الشهر ده فارس وزينة كانوا عايشين اسعد ايام حياتهم. وزينة كانت طلعت حامل والكل فرحان بالخبر ده. في اوضة مها بعصبية وغضب: بقولك بقت حامل، انتوا مش سامعاني؟ هتجيب له الولد اللي نفسه فيه، لا وكمان هيخليها على ذمته وبيحبها. اهدي وهنلاقي حل. مها بعصبية: حل ايه؟ انا سمعت كلامك كتير وما حصلش حاجة، انا بقى هتصرف. وقفلت التليفون ورمته بعصبية على السرير. وجت تخرج من اوضتها لقت زينة هي كمان خارجة من اوضتها. راحت تستنى فارس لانه ميعاد وصوله لحظة فقدت اعصابها. مها بحقد وغل: اوعي تفكري انه بحتة العيلة هتجيبي ده تعرف تاخدي كل حاجة. زينة باستغراب: في ايه؟ مش فاهمة حاجة. انت هتستعبطي يا بنت انتي؟ لا فوقي كده، فارس ده بتاع انا وكل فلوسه وثروته ملكي انا، ولو العيل اللي هتجيبيه ده هيقف قدامي فانا هخلص منه. زينب خوف مسكت بطنها: انت اكيد مجنونه، وانا اقول لفارس؟ وزقتها وجريت بعيد عنها. بس ما جريت وراه ولحقتها وفجاه زقتها من على السلم. زينب قلم: فارس الحقني. فارس كان لسه داخل، سمع صراخها جري بسرعه لقاها واقعه من على السلم وماسكه بطنها. الكل جه على صوت صريخها: يا مري شيلها يا ولدي. فارس بخوف: اطلب الدكتوره بسرعه يا اما. وشالها وطلع بيها على الجناح. ما جريت على اوضتها وفضلت تسقف وضحكت: اخيرا خلصت منها اخيرا. وبعد شويه الدكتور وصل والكل كان واقف بره مستني يخرج يطمنهم. فارس قلبه ما كانش مستحمل وكان واقف على نار مستني الدكتور بفارغ الصبر. اول ما الدكتور خرج الكل جري عليه: طمني يا دكتور، هي عامله ايه؟ الحمد لله دي معجزه، كان ممكن نخسر الجنين بسبب الوقعه دي، بس الحمد لله عدت على خير. انا اديتها مهدي لان حالتها نفسيه وحشه، وكتبت لها على شويه فيتامينات عن اذنكم. فارس دخل لقاها منهاره في العياط وماسكه بطنها. قرب منها وخدها في حضنه وفضل يهديها. زينب بحزن: كانت عايزه تموت ابني، انا عاوزه امشي من البيت ده يا فارس. خرج فارس من حضنها وقلب استغراب: من دي؟ انا مش فاهم حاجه. زينب حكت له على كل حاجه والكلام اللي قالته معها. فارس وشه اتحول 180 درجه وخرج من الاوضه ودخل اوضه مها اول ما شافته اتوترت جدا وحاولت تبان طبيعيه: الحمد لله على سلامتك، وحشتني. فارس بغضب: انت يا شيخه شيطانه، عملك ايه العيل اللي لسه ما شافش الدنيا عشان تحاولي تقتليه؟ انا سكتلك كتير يا مها وسامحتك، بس عن ابني لا. مها بكره وحقد: لازم اخلص منه ومنها من يوم ما البت دي دخلت حياتنا وكل حاجه اتدمرت. انت بتاع انا فاهم، ومش حته بنت جايه من الشارع هتاخدك مني. انت خلاص دماغك راحت وقلبك مات من كتر الحقد والغل، وانا مش عندي استعداد ان اسيبك قريبه من مراتي وابني. انت بقيتي نقطه سودا في حياتنا. انت طالق 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 بالتلاتة يا مها بجنون: لا مستحيل تعمل كده، انا اقتلها، هي اللي خدتك مني. انت بتاع انا يا فارس، بتاع انا. فارس بزعيق: علوان يا علوان. علوان الغفير: تأمرني يا فارس بيه؟ عينك عليها لحد ما المركز يجي ياخدها بتهمة شروع في قتل. وفعلا بعد شوية الحكومة جت وخدت معاها اللي فضلت تصرخ وتحولت على مستشفى الأمراض العصبية. فارس رجع تاني الزنا وخدها في حضنه: خلاص بقيتوا في أمان، خلصنا منها ومن شرها. حقك عليا، أنا ما قدرتش أحميكي، حقك عليا يا زينة قلبي. زينة كأنها لقت الأمان في حضنه، غمضت عينيها ونامت. مرت شهور الحمل وفارس كان دايما معاها وبيعاملها كأنها بنته مش مراته. وربنا رزقهم بتوأم حمزة ومصطفى. بحبك يا ابويا واخويا وكل حاجة، عوضتني عن كل حاجة وحشة شفتها في حياتي. فارس بابتسامة: أريد أن أقول لك أنك الثابت بداخلي، وكل شيء مررت به قبلك كان مؤقتا كأن لا يشبهني. أنت أميرتي وحبيبتي
وعمري وبنت قلبي مشتاق إليك، نور قلبي ونظرات الحب والشوق إليك تضيء عيوني، وأحرف على العشق تغازل الكلمات في حروفي، فلن ترى بعد اليوم في عيوني سوى نظرات الحب والغرام. سأرقص بكلماتي هذه على خريطة عاطفتك، وأعزف ألحان الحب على جيتار قلبك. أشتاق إليك حبيبتي، أشتاق لسماع صوتك، أشتاق لدفء قلبك، لأذيب عليها كياني المشتاق إليك. أعرف حبيبتي دوما إنه لي لقاء معك، فأنا أنتظرك دوما وقلبي مليء بالحب لك. وبكده تكون خلصت حكايتنا، واستنوني في حكاية جديدة، وما تنسوش اللايك للقصة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات عشان يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.